عارفين اللحمة اللي بتدخل جزارة مصر بتيجي منين؟ اللحمة اللي بيتباهى بيها أسامي تقيلة زي المعلم الشويخي والحاج حسن فلفل وجزارة الواحة وجزارة المدينة المنورة، كلهم بيجمعهم مكان واحد بس، مزرعة صبحي كابر. والمعلم بنفسه هو المشرف على كل تفصيلة، من أول نوع العلف لحد ما اللحمة توصل للجزار أو حتى للزبون في الطبق. تربية على أصولها وإشراف بيطري متكامل ونظام توزيع مش موجود زيه في مصر كلها. صبحي كابر مش بيشتري لحمة، صبحي كابر بيربيها. مش أي لحمة تدخل مطعمه ولا أي جزار يشتري من مزرعته، غير لما يكون اسمه كبير وبيفهم في اللحمة صح. كل قطعة لحمة طالعة من المزرعة وراها تعب واهتمام وتفاصيل كتير عشان توصل لك لحمة طعمها مضمون ونظافتها مش محتاجة كلام. من قلب المزرعة لجزارين مصر، صبحي كابر بيعلن عن افتتاح فرع جديد، والمفاجأة هيكون الفرع الوحيد في مصر. صبحي ملوش أي فروع تانية جوه مصر لا حتى في أي دول أجنبية، والفرع التاني الوحيد موجود في الرياض في السعودية. لكن الفرع ده هيكون حاجة تانية خالص، لأنه هيقدم لحمة من مصدر واحد معروف، مزرعة صبحي كابر. بس استنوا، لسه المفاجأة الكبيرة جاية. المكان مش هتصدقوا فين، استنوا الإعلان الرسمي والعروض النارية بمناسبة الافتتاح. صبحي كابر، أصل اللحمة في مصر.